اهلا يا سيمبا. اهلا يا بابا. عندي ليكم مفاجأة. ايه هي المفاجأة يا ابو سيمبا؟ انا هاخدكم بكرة في الاتوبيس اللي رايح المتحف المصري، وهنعمل زيارة للمتحف ونتفرج على الاثار اللي هناك. الله، بجد بجد يا بابا هنروح نزور المتحف؟ انا متشوق قوي ان انا اروح وعايزة اروح. طيب يلا بقى روح نام عشان تصحى بدري عشان نلحق نروح. يا سيمبا يلا يا سيمبا عشان ما نتأخرش. يلا احنا مستنيينك. انا خلاص لبست وجاهز اهو. يلا بينا. يا سلام. الله، شايف يا بابا، ده شكلهم جميل قوي قوي. ايوه يا سيمبا، دول كده شكلهم كأنهم قاعدين يحرسوا المتحف. ايوه يا ابو سيمبا، شكلهم فعلا حراس المتحف ده شكلهم جميل قوي قوي. ايه ده؟ المتحف مفهوش غير التلاتة دول؟ ده مفهوش زوار كتير النهاردة. دي فرصتي عشان ادخله واخد كل اللي انا عايزه، والمخطوطات والاثار وكل اللي انا عايزه من جوه. ها ها ها. بس دلوقتي في مشكلة. الباب ده عشان يتفتح لازم اللي يفتحه ما يكونش داخل يسرق حاجة، وانا داخل اسرق حاجة ومش هيرضى يفتح معايا. يا ترى حل المشكلة دي ازاي؟ الله، شايف البوابة اللي هناك دي يا بابا؟ تعالى ندخل نتفرج على الحاجات اللي جواها. ايوه، اهم حاجة تفتحولي البوابة عشان اعرف ادخل. لا لا، انا خايفة من شكل البوابة دي. انا مش هدخل معاكم. ما تخافيش يا ماما، تعالي معانا، ده احنا هنتفرج على حاجات جميلة قوي جوه. ما تخافيش يا ام سيمبا، احنا هنبقى مع بعض. لا لا، انا هستناكم هنا وادخلوا اتفرجوا انتوا. ايه ده؟ دي مش راضية تتفتح يا بابا. اه، تعالى كده نزقها مع بعض يمكن تتفتح يا سيمبا. انا نفسي اشوف الحاجات اللي جوه. يلا، واحد اتنين تلاتة. لا، دي مش راضية تتفتح. يمكن في زرار هنا او هنا، نجرب ندوس عليه عشان تتفتح. اه انا كنت بشوف كده في الافلام يا بابا. تعالى كده ندور على حاجة. ايه ده بص يا بابا، إيه البتاعة دي بتتحرك؟ ايه ده؟ احنا دخلنا. دي اتفتحت واحنا دخلنا جوه. الله، إيه الحاجات الجميلة دي؟ المغفلين فتحولي البوابة. طب يلا كويس بقى، انا هدخل واخد اللي انا عايزه. ايه ده ايه الاصوات دي؟ إيه الاصوات دي يا بابا؟ انا خايف. يلا بينا نطلع من هنا. تطلعوا تروحوا فين؟ تعالوا، انتوا مش هتطلعوا من هنا. ايه ده؟ ايه ده انت مين وبتعمل ايه هنا؟ انا حارس المعبد ده، وانتوا فتحتوا الباب ده وما كانش المفروض تفتحوه ولا تدخلوا هنا. انا مش هسيبكم تخرجوا. احنا ما كناش نعرف ان احنا ما ينفعش ندخل هنا. خلاص انتوا دخلتوا وصحيتوا المومياوات وطلعتونا احنا كمان. احنا مش هنسيبكم. ايه ده بص في حرامي هناك بيسرق حاجات. ايه ده؟ ايه اللي رجع ده هنا؟ احنا مش كنا لسه طاردينه؟ تعالى هنا، احنا مش هنسيبك. لا، انا مش هطلع من هنا غير لما اخد الكنز كله واخد كل الحاجات اللي انا عايزها. انت كده بتعرضنا كلنا للخطر. لازم تسيب اللي في ايدك ده وتطلع بره حالا وترجع كل حاجة مكانها، بدل ما كل المتحف هيتهد علينا. ايه ده اللي بيحصل ده يا بابا؟ الحاجات اللي عمالة تظهر دي، انا خايف. يا ريتني كنت قعدت برا مع ماما، ده المكان هنا بقى مرعب جدا. انا مش عارف يا سيمبا، هو الحرامي ده لو رجع كل الحاجة اللي معاه كل حاجة هترجع لوضعها. طب هنعمل ايه دلوقتي يا بابا؟ احنا لازم نحاول ناخد الحاجة منه ونرجعها تاني مكانها. انت مش هترجع الحاجة تاني؟ طيب تعالى، احنا هنقضي عليك المرة دي.
رجعنا كل حاجة مكانها، وكل كل الحراس وكل المومياوات رجعوا تاني مكانهم. يلا نطلع من هنا بسرعة ونروح. عملتوا ايه جوه يا سيمبا؟ اتفرجتوا على ايه؟ ده كان وقت مرعب جدا جدا يا ماما. هبقى احكيلك في البيت، دي مغامرة طويلة قوي. بس شايفين المكان هنا حلو وجميل ازاي؟ انا عايزة اقعد هنا شوية. لا يا ام سيمبا، احنا لازم نروح. انا مش قاعد هنا، انا خايف. خايف من ايه؟ مش كنتوا بتقولولي ما تخافيش؟ مفيش حاجة تخوف. لا لا، يلا بينا نروح حالا. انا خلاص يا بابا اتعلمت الدرس، لما نروح اي مكان ما نمدش ايدينا على اي حاجة خالص. احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل، وخصوصا لما نزور المتحف لازم ما نلمسش اي حاجة خالص.